تيجي اقول لكم المؤامره اللي حصلت على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في السعوديه. قبل ما اقول لك المؤامره ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واكسب دور ومتابعه علشان نوصل لاكبر عدد. تعالى يا حبيبي الاهلاوي واقول لك المؤامره اللي حصلت على النادي الاهلي. طبعا جماهير النادي الاهلي هي الوحيده اللي كانت في السعوديه بتدعم اخواتنا، وكلنا شفنا الفيديوهات. بس ازاي دعم اخواتنا في السعوديه؟ والكلام ده ما بيحصلش في السعوديه، ومحدش يقدر يدعم اخواتنا في السعوديه. كلنا عارفين اللي بيدعم هناك إيه اللي بيحصل. المهم يا معلم، جماهير النادي الاهلي دعمت. فالسعوديين قالوا ايه بقى؟ الناس دي هتقرفنا، ولو طلع على النهائي هيقرفونا، فطلعوهم بدري بدري كده وهات لهم حكم يظبط الدنيا عشان النادي الاهلي يطلع. كلنا شفنا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في المباراه، ومش بس كده، ده حصل قبل كده في ماتش الهلال لما النادي الاهلي كان غالب الهلال 4-0، والهلال مطرود منه 2، وكان النادي الاهلي قادر يجيب 5 و6 و7 كمان. وكلنا شفنا مجريات المباراه، بس طلع واحد من السعوديه كبير كلنا عارفينه طبعا، وجه مصر قبل كده، نزل قال لإدارة النادي الأهلي كفاية كده، علشان الهلال فريق كبير في آسيا، علشان تعرفوا إن كرة القدم كلها مؤامرات. فعشان كده حب يطلع النادي الأهلي بدري بدري عشان ما يعرفوناش في النهائي ويفضلوا يدعموا في إخواتنا، وإحنا ما عندناش الكلام ده. بس كده، يلا سلام.